وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله آلائه وجزيل آلائه حمدا يفوق حمد الحامدين ويجوز رضا رب العالمين واستغفروه للذنوب المطلقات والخطايا الموبقات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثر والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ملائه وجزيل آلائه حمدا يفوق حمد الحامدين ويجوز رضا رب العالمين واستغفروه للذنوب المفرقات والخطايا الموبقات وأؤمن به إيمان من خاف وعيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أخلص لله توحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالآيات الزاهرات والعلامات الباهرات إلى قوم مسمومين حبل الشيطان إلى قوم مسمومين بحبل الشيطان مكبين على عبادة الأوثان فعز بدعوته كل صبار شكور وذل لعزته كل ختار كفور اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الماضين على مثاله أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله أيها الناس إن يومكم هذا يوم عظمه يوم الندم والاستغفار يوم التوبة والاعتذار يوم رجاء العفو والغفران والاستيجاب الدرجات والرضوان يوم ختم الله به شهر رمضان سيد الشهور والأعوام وافتتح به شهور حج بيته الحرام أحل لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام فحقيق على من حافظ على هذا الشهر وصومه أن يصومه عما يؤدي إلى هدمه وعلى من قصر فيه أن يتلافى وعلى أزواجه الطاهرات المبرآت من الأدنان وعلى بقية الصحابة أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم قدس أرواح الأئمة المهتدين الخلفاء الراشدين